قول آمين. الله لا يحيجك تضغط الزر ده. زر الاس او اس او زر الطوارئ بيكون الزامي في المملكه العربيه السعوديه لكل موديلات 2027 وطالع واللي بتدخل المملكه. ده وفقا للائحه هيئه التقييس الخليجيه الجي اس او والمواصفات السعوديه الساسو، فجميع الوكلاء عليهم تطبيق نظام مكالمات الطوارئ الاي كول في سياراتهم المستورده اعتبارا من 1 يناير 2027 لأنه الدقائق تفرق. فلو صار حادث لا قدر الله أو انفجر الإيرباج، عبر النظام الذكي اللي يحسب شدة الحادث ويرسل بس وقت الحادث مجموعة من البيانات اللي تشمل الموقع الجغرافي الدقيق، اتجاه السيارة، نوع الوقود عشان الدفاع المدني والإسعاف يعرفوا يتصرفوا في حال تسرب وقود وبدون تدخل منك. تقدر كمان انت او الراكب تضغط على الزر بنفسك في حال وجود طارئ صحي او امني لا سمح الله. النظام ده اثبت انه بيختصر وقت الاسعاف للنص. تخيل وصول الإسعاف ينزل من 10 دقائق إلى 5 دقائق. ده اسمه الوقت الذهبي اللي ممكن يكون سبب نجاة من الموت. وللعلم غالبا دي الخدمة بتكون مدمجة مع سعر السيارة ومفعلة من الوكيل. في رعاية الله.